الجزر بيقوي النظر طلعت حملة إعلانية عملتها انجلترا عام 1940 عشان تداري على كارثة. أنا كنت فاكرة إن الجزر بيقوي النظر دي نظرية مصرية وتوارثتها الأجيال، بس الحقيقة طلعت غير كده خالص. الجزر بيقوي النظر الحكاية بتاعته ظهرت في انجلترا وقت الحرب العالمية الثانية عام 1940 لما كانت ألمانيا بتضرب انجلترا بالطيارات الألمانية. ساعتها أصدرت بريطانيا قرار إن أنوار المدينة تنطفي كلها. وقت ما ألمانيا كانت بتضرب انجلترا بالطيارات، انجلترا قدرت تضرب 20 طيارة في الضلمة. عشان يبرروا سبب النجاح المبهر ده قالوا إن الجنود البريطانية بياكلوا جزر، عشان كده نظرهم قوي وقدروا يضربوا ال20 طيارة في الضلمة. هو الجزر بيحتوي على فيتامين ايه اللي بيقوي النظر، بس اكيد مش ده السبب نجاح الضربة البريطانية. السبب وراء نجاح الضربة البريطانية دي ان بريطانيا اكتشفت سلاح سري هو تكنولوجيا الرادار الجوي للاعتراض اللي بيقدر يحدد اماكن قصف الطائرات ويصيبها. وعشان انجلترا ما تقولش ان هي اكتشفت السلاح السري ده، طلعت موضوع ان الجزر بيقوي النظر. المضحك بقى ان المانيا صدقت، وفعلا الجنود الالمان بداوا ياكلوا جزر عشان نظرهم يقوى. انت كمان ما تنساش تاكل جزر عشان الجزر بيقوي النظر.